عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا شفنا النهاردة اول ايام نوة رياح الصليب، وطبعا كان لازم نصور البحر اثناء النوة عشان نشوف حالة البحر. وزي ما واضح امام حضراتكم في ارتفاع كبير في الامواج، والبحر شكله مخيف نوعا ما، وفي سحب كثيفة مغطية السماء، وكمان كان في رياح شوية، وطبعا الهواء كان بارد نوعا ما. احنا هنا بنصور من منطقة بير مسعود، وزي ما حضراتكم شايفين في امواج عالية جدا. الناس بقى اللي متعودين على نوات اسكندرية عارفين كويس جدا ان نوة رياح الصليب من النوات اللي دايما بتسيب بصمتها، وبتيجي برياح شمالية غربية قوية بتخلي البحر مرتفع بالشكل اللي امام حضراتكم ده. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، سبب تسمية النوة دي باسم رياح الصليب. الاسم ده بيرجع للعقيدة المسيحية، وبيتزامن توقيت النوة مع عيد الصليب، وعشان كده خلى الصيادين زمان يربطوا ظهور النوة دي باليوم ده، وده سبب تسمية النوة دي باسم الرياح الصليب. قبل ظهور النوة بيومين كنت صورت مع حضراتكم فيديو عن انحسار البحر في منطقة استانلي، وكان في فيديو تاني عن ارتفاع البحر في منطقة سبورتنج. والفترة الأخيرة كان في اضطراب كبير في المناخ بين انحسار وارتفاع لغاية ما حصلت نوة رياح الصليب، والبحر بقى بالمنظر ده أمام حضراتكم. البحر في النوات بيكون شكله مخيف جدا، واحنا لسه في أول نوة، يعني لسه في الخريف. لسه بقى باقي النوات بيكون الأجواء صعبة جدا في اسكندرية، ولكن بتكون أجواء الشتاء حلوة برضو في اسكندرية. ولو حضراتكم متابعين القناة عندي هتلاقوا ان كل شتاء انا بصور معاكم النوات من اول نوة لغاية اخر نوة. في ناس كتير جدا بتحب الاجواء الشتوية، فقولولي بقى في الكومنتات انتوا من محبي الاجواء الشتوية ولا الاجواء الصيفية. جالي كومنت قبل كده عن ناس بتسألني هل ممكن نيجي اسكندرية وقت النوة؟ طبعا ممكن، ولكن بيختلف الفسح بقى والخروجات عن فسح الصيف. الصيف طبعا كل الناس بتتجه للشواطئ، ولكن في وقت النوات والشتاء الناس بقى بيكون اتجاهها لفسح تانية خالص، زي الحدائق بقى والمتاحف، المولات، الملاهي لو معاكم أطفال. طبعا الحدائق زي حديقة أنطونيادس والمنتزه وحديقة الحيوان. والمتاحف في متاحف كتير جدا، زي متحف المجوهرات الملكية والمتحف اليوناني الروماني، وكمان متحف الأحياء المائية، وده موجود في قلعة قايد باي. صورناه قبل كده مع حضراتكم. في 2 متحف هناك، متحف الأحياء المائية ومتحف الأحياء المائية المحنطة. وفي ناس كمان بتزور مكتبة اسكندرية وقلعة قايد باي، وكمان سيتي سنتر، مول كبير جدا فيه مطاعم وسينمات هناك، هيعجبكم قوي. وفي كمان مكان مشهور جدا في اسكندرية اسمه البان سويسرا، لو حضراتكم مش عارفينه ده بيعمل طواجن بالجبنة، هتعجبكم جدا. دي فسحة حلوة برضو، ممكن تيجوا تستمتعوا بالاجواء الشتاء في اسكندرية. وفي كمان ناس بتروح كافيهات، زي مثلا الكافيهات المقفولة بالإزاز، تقدروا تستمتعوا بأجواء البحر لو بتحبوه في الشتاء، وانتوا متدفيين من خلف الإزاز اللي بيكون موجود في الكافيه. الكافيهات دي زي ايه؟ زي كافيه ويف موجود على البحر على طول. وفي كمان مجمع الكافيهات اللي هو تيفولي دوم وزووق. شايفين قد ايه السما فيها سحب كثيفة جدا. الكافيهات بقى دي حلوة جدا، الناس بتشوف البحر وبتكون متدفية في المكان، مش لازم يعني نسقع عشان نشوف البحر، فالأجواء دي بتكون حلوة جدا وقت الشتاء. الناس بقى محبي الأجواء الشتوية خلاص كده رجعت الشتوية على اسكندرية، وهيكون عندنا تصوير كتير جدا الفترة الجاية. لو لسه مش مشتركين في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة، ويفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة.
المكان هنا بقى في بير مسعود فيه قعدات كده على البحر، وهتلاقوا موجود فيه ناس كده أثناء النوة برضو بيستمتعوا بأجواء الشتاء وارتفاع الأمواج. بس طبعا احنا لسه برضو في الخريف، فالموضوع بسيط شوية عن وقت الشتاء، بيكون الجو هنا ساقع جدا. كمان الفترة الجاية هيكون في تطوير للمكان هنا في بير مسعود، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات، ان هيتم توضيب المكان وهيتم عمل كراسي للناس تقعد عليها بتبص على البحر. كل ده هيكون في الفترة القادمة ان شاء الله. ولكن الكراسي اللي موجودة دي زي يعني كافيه كده بيبقى موجود على البحر هنا في بير مسعود، فالناس بتقعد وتستمتع بأجواء البحر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين البحر مرتفع جدا. طبعا احنا لسه في نوة، وعشان كده البحر بيكون شكله مرعب ومخيف جدا وقت النوات. ولكن اللي حضراتكم شايفينه ده حاجة بسيطة جدا بالنسبة للأجواء الشتوية. ما عندكوش فكرة بقى، ارتفاع البحر بيكون كبير جدا. برضو هنصور كل الفيديوهات دي معاكم ان شاء الله الفترة القادمة. لينا متابعة كبيرة جدا على حالة البحر وقت النوات، وكمان هنصور معاكم كل النوات زي ما متعودين معانا كل سنة. في فسحة حلوة قوي وجميلة، بس دي بتكون يعني مغامرة كبيرة جدا وقت الشتاء. ممكن تركبوا الباص السياحي وتستمتعوا بأجواء الشتاء من أول الكورنيش لآخره، يعني من المنظرة لغاية بحري، وبتكون سعر التذكرة 28 جنيه. ولكن في بقى حل حلو جدا، لأنه طبعا المكان فوق بيكون مكشوف، فوقت الشتاء هيبقى صعب. ممكن تركبوا في الجزء اللي تحت يعني، عشان ده مقفول طبعا، فالأجواء تستمتعوا بيها حلوة جدا ولكن من غير ما تبردوا. فتقدروا تستمتعوا بالفسحة دي حلوة قوي وقت الشتاء، بس في مكان مقفول تحت. وفي باصات كتير جدا مقفولة، مش لازم يعني الباص السياحي، تقدروا تركبوا أي باص يعني بيكون على طريق الكورنيش وبيكون الإزاز بتاعه مقفول. تقدروا برضو تستمتعوا بالأجواء. أجواء الشتاء في اسكندرية حلوة جدا، ولكن يعني مش لازم نتغرق شتاء عشان نحس بوقت الشتاء يعني. ممكن نستمتع بالأجواء واحنا مثلا راكبين الباص وقافلين الإزاز، فالجو هيكون حلو جدا. هسيبكم بقى تستمتعوا بصوت الأمواج. ولحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا لكم ولمتابعتكم، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.